السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في هذا الفيديو جديد بخصوص اللاعب إبراهيم دياز. إبراهيم دياز الإخوان يلا حط الرحال ديالو عبر طائرة خاصة لمساندة أسود الأطلس. البارحة مساء الجمعة 11 أكتوبر نجم الكرة المغربية إبراهيم دياز لاحظ الرحال ديالو بمدينة وجدة على متن طائرة خاصة برفقة العائلة ديالو بطبيعة الحال. احتاج بالمطار الدولي وجدة أنكاض باش يساند المنتخب الوطني المغربي ويشجعوا في المواجهة ديال منتخب افريقيا الوسطى في تصفيات كأس افريقيا. فالإصرار ديال حضور إبراهيم دياز خلال أطوار المباراة اللي غادا تجرى اليوم السبت 12 أكتوبر بالرغم من الإصابة ديال إبراهيم دياز اللي بعداتو على المشاركة مع المنتخب المغربي، هذا كيعكس ذلك الارتباط الوثيق بالمنتخب المغربي اللي كتجسدو الروح الوطنية العالية من إبراهيم دياز وحب هذا الوطن اللي كعبر عنها في العديد من المحطات. فالحضور ديال دياز كان محط ترحاب كبير من الجماهير ديال وجديه، والناس كانت فرحانه بزاف وتلقاو ليه وتلاقاو معاه في المطار وتصوروا معاه وكانوا فرحانين به بزاف وقدموا ليه استقبال كبير اللي عبرت على الفرحه ديالها كبيره باجراء مقابله المنتخب المغربي ضد منتخب افريقيا الوسطى في مدينه وجده. فهذا غادي يكون ذهابا وإيابا أيضا بنفس المدينة ومدينة وجدة الأليفة، المدينة اللي نجبات الرياضيين بامتياز. فكنتمنى واحد الموافقه للمنتخب الوطني المغربي وان شاء الله يقدم مباراه جيده ويرجع لنا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله وبنتيجه عريضه وكبيره. علاش لا؟ والاهم اخوتي هو انه بغينا اللاعب ديالنا الكبير ابراهيم دياز يفوز في المستقبل بالجائزه او بالكره الذهبيه الافريقيه ان شاء الله، وراه يستاهلها بزاف وخصنا نساندوه ونوقفوا معه. ان شاء الله غادي يرجع من الاصابه بخير وعلى خير. وايضا نصير مزراوي اللي كان عنده مشكل في نبضات او في انتظام ضربات القلب ان شاء الله يشافيه ويرجع في اقرب مده ممكنه ان شاء الله. وتا حكيم زياش تا هو غائب على المنتخب الوطني المغربي بداعي الاصابه وراه رجع مع جراتا السراي. اخوان شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم، ان شاء الله غادي يرجعوا للقناه وغادي نرجعوا ان شاء الله لي نبوستيو لكم كل ما هو جديد عن المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله غادي تبقى توصلوا بكل جديد. ما عليكم غير تخليو لايك وكذا، احنا ان شاء الله غادي نحاولوا نرجعوا لليوتيوب ونرجعوا للقناه ونواكبوا معكم ان شاء الله يكون ما هو جديد بحول الله تعالى، وشكرا جزيلا.